السلام عليكم. ازيكم جميعا. فيديو النهاردة عن استفسار جالي كتير جدا في الفترة دي من ناس كتير، وهو خاص بأمراض الريش وكمان القلش. الفترة دي فعلا بتبقى أكتر فترة فيها تساقط ريش، سواء في القلش العادي اللي هو القلش الموسمي أو تغيير الريش، أو سواء عند فطام الزغاليل. في زغاليل كتير بتوقع ريش في الفترة دي لما تيجي في مرحلة الفطام. طيب ازاي ان احنا نتعامل مع الموضوع ده؟ ان شاء الله هنشرح كل حاجة بالتفصيل بإذن الله. طيب لازم نفهم الأول يعني ايه تساقط ريش، وايه أسبابه، وهل ده مرض ولا لأ، وايه أنواعه. تساقط الريش في منه العادي اللي هو بيبقى قلش، اللي هو بيبقى بيحصل كل موسم، وده مفيش منه أي مشكلة، محتاج بس ان احنا نهتم بالتغذية، وهنوضح ده بإذن الله. طيب في بقى اللي هو مرض، اللي هو يا إما صدمة فطام، ودي بتبقى بسبب نقص التغذية للزغلول في وقت الفطام، ما بيقدرش ان هو يحصل على التغذية اللازمة او الكافية، فبيسبب ان الريش يبدأ يقع بسبب ضعف الزغلول، وده بيطلع في خلال اسبوعين 3 ان شاء الله، وده برضو يعني امره بسيط. في بقى المشكلة الكبيرة اللي هي سوس الريش. سوس الريش لما يبدأ يظهر، بيبدأ الأول في الجناح وفي الديل، وممكن يزيد عن كده كمان، يبدأ يخش على الريش كمان الناعم اللي في الطير. طيب ازاي ان احنا نحل المشكلة دي؟ لازم نعرف الأول يعني ايه سوس ريش. سوس الريش هو مرض فيروسي، مرض فيروسي، والمرض الفيروسي او اللي هو السبب فيه فيروس ده ملوش علاج. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنرفع مناعة الطير وبنعالج اعراض المرض. طيب يبقى احنا كده مبدئيا، بس عشان نبقى متفقين، اللي احنا هنقوله ده عبارة عن اننا بنرفع مناعة الطير، واننا بنساعد الطير على انه يتغلب على اعراض المرض دي، فان شاء الله الدنيا تعدي معاه بسرعة. طيب ده هو تعريف سوس الريش. سوس الريش عبارة عن ايه؟ عبارة عن تجلط في انبوبة انبوبة الريشة. تمام، تجلط دم في انبوبة الريشة. يعني سوسة الريش دي هي بس كناية كده، مش سوسة ولا حاجة. المقصود بيها هو بيبقى تجلط كده في الريشة نفسها، في الدم اللي بيغذي الريشة، بيسبب ان الريش بيقع. طيب هوريكم برضو على الطبيعة كده، يا رب تبان معاكم كده في الفيديو. انا مش عارف هي باينة ولا لا. شايفين طرف الريشة كده، الاسود اللي في طرف الريشة ده؟ تمام، هو ده تجلط الدم اللي انا اقصده. تمام اهو، انا جايب لكم كذا ريشة اهو باين عليهم. تمام، شايفين هو ده المقصود بسوس الريش. لما تلاقي طرف الريش عامل كده، تعرف ان ده سوس ريش، او ده تجلط في الدم اللي واصل للريشة بيسبب تساقط الريش. طيب ازاي ان احنا بقى نقدر نعالج الموضوع ده؟ طبعا انتوا عارفين ان انا اي علاج ببدأ استخدم ايه؟ المنقوع او المستنبت بتاعي. يعني انا اي علاج بحطه على المنقوع او المستنبت. طب ايه هو الحاجات اللي انا هبدأ ارفع بيها مناعة الطير؟ هبدأ الاول بكذا حاجة كده. تمام، اولها ان انا بجيب حاجة اسمها لوكاستين. لوكاستين ايه؟ تمام، يعني يا رب تكون واضحة معاكم. تمام، ده اسمه لوكاستين، ده مضاد للفطريات. ده مضاد للفطريات. تمام، دي قطرة 20 مللي، قطرة 20 مللي. ببدأ أدهن تحت جناح العصفور. أدهن تحت جناح العصفور نقطة من هنا، ونقطة على الجناح التاني تحت الجناح التاني، ونقطة عند الديل. ببعد عن العين وعن الوجه وعن المخرج. ببعد عن العين وعن الوجه وعن المخرج بتاع العصفور. هنجيب العصفور على الطبيعة دلوقتي وهنبدأ ندهنه، ودي أول خطوة في إن احنا نساعد الطائر على إنه يواجه المرض اللي هو سوس الريش. تمام، الخطوات الباقية كلها عبارة عن إني برفع مناعة الطير وبساعده على إنه يواجه المرض. تمام، وهنقولها برضو بالتفصيل. نخلص بس الخطوة دي
وهوريكم الطيور على الطبيعة برضو. ده طير وانا بدأت العلاج معاه، يعني دي طيور صديق ليا. تمام، شايفين اهو الريش بدأ يطلع من تاني، ريش الجناح اهو بدأ يطلع من تاني. يا رب تكون باينة معاكم. كان الريش ده كله واقع. تمام، لو جينا نبص هنا شايفين ده ريش جديد اهو، اللي جوه ده ريش جديد. تمام، بدأ يطلع. طيب انا بعمل ايه؟ بفتح القطرة. تمام، ببدأ احط نقطة كده تحت الجناح ده وادلكها. تمام اهي، ونقطة. طبعا هتلاقي العصفور يعني بيحاول ان هو يهرب منك لان هو بيحرق، يعني الدواء ده بيحرق. ممكن تلاقي العصفور كمان بيصرخ. ونقطة تحت الجناح التاني. تمام اهي. تمام، ونقطة عند الديل. اهم حاجة انا ماسك دماغ العصفور بعيدة خالص، ونقطة عند الديل. ببدأ اشتغل مع كل عصفور كده، نقطة عند الديل ونقطة تحت كل جناح. تمام. طيب دي اول خطوة. يبقى انا بقى اول خطوة بجيب مضاد فطريات اسمه لوكاستين وابدأ ان انا اتعامل بيه. لوكاستين. تمام. طيب كنا بنشتغل الاول باكتوميثرين، غطا على البخاخة ونبخ، نبدأ نبخ على العصافير برضو. بس الاكتوميثرين ال5% دلوقتي قليل. الاكتوميثرين دلوقتي يعني قليل شوية. طيب ده منقوع اهو، انا سبته لحد ما بقى مستنبت. تمام. كل الاضافات اللي احنا هنحطها كتغذية للطائر هنبدأ ان احنا نحطها على المنقوع او المستنبت. طيب اول حاجة معايا هما المفروض 3 حاجات. معايا الكوميت. تمام، كوميت اهو، يا رب يكون واضح معاكم. ومعايا البانش. تمام، وفي الاوميجران، وفي الحاجة التالتة اللي هي اسمها اوميجران. يبقى الكوميت والبانش والاوميجران. الكوميت دوت عبارة عن مجموعة فيتامينات واحماض امينية. يبقى الكوميت فيتامينات واحماض امينية. تمام، باخد منه يعني قيمة طرف المعلقة كده. هو عامل زي البقسماط بالظبط. اه يا جماعة، ده اللي انا خدته اهو. تمام، يعني المعلقة فيه تعتبر شوية صغيرين خالص في المعلقة. وابدأ ان انا ايه ارشه على الاكل بتاعي. طبعا انا بقى بدل ما اعالج العصفور اللي هو التعبان بس او اللي بيقلش بس، لا انا بحط بقى للعصافير كلها. هو كده كده ده رافع مناعة، مش هيضر لي العصافير في حاجة. حتى اللي معاه زغاليل بالعكس بيطلع الزغاليل ما شاء الله. ده البانش اهو. والبانش عبارة عن املاح معدنية وبرده فيتامينات. يبقى الكوميت عبارة عن احماض امينية وفيتامينات، مجموعة ب12، مجموعة فيتامين ب المركب. تمام، وب12 وب6 وب3 والكلام ده كله. طيب والبانش عبارة عن املاح معدنية. تمام، ده لونه فاتح شوية، هو عامل زي البودر برضو كده. تمام اهو، بس انا فاتح يعني الفتحة صغيرة شوية اهو. تمام يا جماعة، نبدأ ان انا ايه ارش على الاكل، حاجة بسيطة خالص. طيب ده اول حاجة معانا. تمام، بستخدمها اللي هي البانش والكوميت. تمام، والاوميجران بس هو خلصان عندي دلوقتي، كويس جدا برضه. مجموعة فيتامينات وبيحمي الطير من الافتراس وبيساعد على تكوين قشرة البيضة، ده اللي هو الاوميجران. طيب تاني حاجة معايا، احنا قلنا ان المرض ده عبارة عن تجلط في الدم. تمام، وانيميا كمان، يعني الطير بيبقى عنده انيميا وتجلط في الدم.
تمام. بجيب اسبوسيد اطفال، ده اسبوسيد تمام اطفال اهو، وابدا ان انا اطحنه. بفتح الشريط عادي، بطلع اللي جواه، هي حبوب كده لونها بينك اهي، حبوب لونها بامبا اهي، ماشي. ببدا ان انا على اي ورقه كده ببدا ان انا اطحنها برضو واضيفها على الاكل. انا بحب اضيف كل الاضافات بتاعتي، معظمها بضيفها على الاكل، ما بحبش اضيف الاضافات بتاعتي على الميه. ده الاسبوسيد اهو، هو الشريط بيبقى 6 حبايات تمام. احط الحبوب كده، ببدا ان انا اطحنها باي حاجه تمام. ديت طاجن فخار اهو بطحن بيه. تمام. انا عاوز اوريهولكوا برضو اهو، بيبقى عامل زي البودر كده. ببدأ برضو ان انا اضيفه على الاكل تمام. انا ممكن احط للعصافير اللي هي بتقلش بس انا كده كده اما احط للعصافير كلها، انا مش خسران حاجة. انا بساعد العصافير كلها ان هي تعدي القلش على خير، سواء زغاليل او سواء عندها مثلا قلش جامد تمام. يعني انا عندي عصافير لما بتيجي تقلش بتقلش بغباء، ممكن تقع جناح كامل وهي بتقلش، هي طبيعتها كده تمام. وبترجع تطلع الريش من تاني. فانا لما باجي احط في الفتره دي تمام، بدي للعصافير كلها كده كده دوت. انا بعتمد على المستنبت والمنقوع في الاكل، فانا ما عنديش مشكله ان انا ايه اقدم الايه المكملات الغذائيه والاضافات ديت على الاكل لكل الطيور. هي هتساعدني ان كل الطيور ان شاء الله يبقى ريشها زي الفل، سواء بقى هي عندها تساقط او سواء هي بتقلش او سواء هي عندها سوس ريش، كل ده بيعدي على خير ان شاء الله. هي الطيور اللي عندها سوس ريش ديت، يعني حد غالي علينا كده قال لي الطيور دي وقعت ريش، قلت له يا عم هاتها انا هعالجها ونعمل فيديو عنها برضو، لان في ناس كتير كلمتني تمام. يعني دي الحبوب اهي بعد ما بتبقى مطحونه زي ما هي باينه قدامكم كده، بيبقى لونها بامبا. ببدا ان انا ايه اضيفها على الاكل. طيب دي كده ايه تالت حاجه. يبقى قلنا اول حاجه اللوكاستين، بعد كده بحط الادويه البيطري، المكملات الغذائيه زي البانش والكوميت والاوميجران. تالت حاجه معايا تمام اللي هو الاسبوسيد. اسبوسيد بفتحه واطحنه واحطه برضو على الاكل الطري او المنقوع او المستنبت. طيب رابع حاجه معانا ايه الفيتاسيد. ده فيتاسيد كالسيوم، فيتاسيد كالسيوم، يعني في فيتامين سي وفي كالسيوم كمان تمام. بجيب بقى الميه تمام، طبعا دي ميه من الفلتر انا مجهزها. ببدأ ان انا ايه اضيف قرص تمام. المفروض ان الازازه دي لتر ونص، انا بضيف قرص على اللتر، يبقى انا هضيف قرص ونص عشان دي لتر ونص تمام. انا عندي العصافير ما شاء الله بتشرب 3 لتر تمام. دي الازازه التانية اهي تمام. هو بيفور كده، الفيتاسيد ده فوار تمام. هنسيبه بقى يفور على ما نخلص كلامنا. وده بيتقدم في المسقى وممكن يقعد معاك لحد 48 ساعة عادي جدا، مفيش منه أي مشكلة تمام. هو بيفور اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. ده فيتاسيد كالسيوم، يعني في فيتامين سي وفي كالسيوم كمان، لأن طبعا الكالسيوم مهم للريش. كل ده أنا بساعد الطير إن هو يطلع ريش الجديد، يطلعه مظبوط ويطلع ريش قوي، ونحل المشكلة ايه بتاعة تساقط الريش تمام. ايه اللي بعد كده؟ طبعا البيبي فيت. احنا عارفين البيبي فيت مجموعة فيتامينات متنوعة. ممكن انا مرة احط فيتاسيد جيم. طبعا الفيتاسيد كمان هيساعد الطير ان هو يواجه درجات الحرارة العالية والاجهاد الحراري، وهيدي للطيور كالسيوم في فترة القلش
ومعايا البيبي فيت مجموعة فيتامينات متنوعة. انا بشتغل بحاجات بسيطة جدا، مش بكلف ومش بجيب ادوية غالية، لان انا اللي يهمني مش الدواء، يعني انا اللي يهمني ان انا بستخدمه بس للحالات الضرورية، لكن انا كده كده بشتغل بالطبيعي بتاعي اللي انتوا عارفينه. يعني انا برضو مش بكتفي بده، لا انا كمان هحط زي ما انتوا عارفين دي المورينجا بتاعتي اهي. تمام. الطير لما يتقدم له الاكل بالطريقه ده زي ما انا بقدم كده، تمام، هوريكم الاكل في الاخر لما اقلبه، انت تاكد ان الطير بتاعك هيبقى زي الفل. الطير هيبقى مناعته كويسه جدا. ديت مجموعه حبوب الطاقه بتاعتي اهي، تمام، ينسون وبذر الكتان وحب الرشاد و وايه كمان وبرسيم وجرجير. تمام، ديت اللي هي حبوب الطاقه اللي انا بستخدمها. طبعا حبوب الطاقه انا بحطها برضو على الاكل الطري وعلى ايه، وعلى المنقوع وعلى المستند. اكل الطري دوت ممكن اللي هو يبقى خضروات، جزر مبشوره، كوسه، تمام، بنجر، كل ده ضمن الاكل الطري. تمام كده حطينا حبوب الطاقه. والله يا جماعه يعني الطيور فعلا فعلا بتجري على الاكل، بيبقى الاكل يعني ما شاء الله اصلا ريحته قويه جدا. تمام. لسه البودر بقى بتاعنا اللي انتوا عارفينه، دي اللي هي خلطه التعفير، اللي هي الاساسي فيها كمون وكزبره وملح. كمون وكزبره وملح. تمام. كمون مطهر معوي، الكزبره مضاد تنفسي، والملح. تمام. طبعا الملح مهم للطيور بس بنسبه بسيطه. دي خلطه التعفير. انا بقى طالما حطيت ادويه انا ما بحطش خلطه التعفير، يعني يا اما احط خلطه التعفير يا اما احط ادويه. تمام. لكن البودر بتاعي اللي هو ترمس وحلبة وشوفان ده عادي احطه، مفيش فيه منه مشكلة. البودر بتاعي اللي هو ترمس مطحون وحلبة مطحونة وشوفان مطحون او دقيق الشوفان، كل دوت انا بحطه على المنقوع او المستنبت. كل دي حاجات انا بحطها بتخلي الطير معايا مناعته احسن بكتير، وبتديله كمان يعني املاح واحماض، غير كمان اللي احنا مقدمينها له عن طريق الدواء البيطر اللي احنا قدمناه اللي هو الكوميت والبنش. تمام. يعني معلقه واحده بس، ما بحطش كتير عشان الاكل ما يعجنش مني. تمام. هي الكميه دي ما شاء الله حوالي نص كيلو. يبقى دي الحاجات اللي انا بشتغل بيها عشان خاطر اساعد الطير ان هو يعدي سواء القلش. تمام. وطبعا معظم الطيور بتقلش، يا اما كمان عشان ارفع مناعة الطيور وتعدي مرحلة الفطام على خير، اللي هي بيبقى عندها صدمة فطام او يبدأ قرشها يقع في الفطام. وفي بقى اللي هي اصعب مرحلة، الطيور اللي بيبقى ظهر فيها سوس ريش او تجلط في الدم، ببدأ برضو ان انا اقدم لها كل دوت بالاضافة الى اللوكاستين اللي انا بدهنه لها. كل دوت الحمد لله بيخلي الطيور معاك ترجع زي الفل. طيب نبدأ نقلب الأكل كده ونوريكم شكل الأكل. والله العظيم الأكل ما شاء الله. طبعا المستنبت ده أنا غسله مرة واتنين وتلاتة في المصفى. تمام. من قبل الفيديو نجهزه، وبالبودر وبالإضافات اللي احنا حطيناها دي أنا ببقى مطمن إن الأكل ما شاء الله فيه كل اللي الطير محتاجه. أنا ما بحتاجش أشتغل بقى لا بشركات بيطري ولا اشتغل باكل جاهز ولا الكلام ده، لا انا بحب اعمل اكل الطير على ايدي. تمام. ما بجيبش لا باتيه ولا بجيب حاجات مجففه ولا فواكه مجففه ولا بيض مجفف ولا الكلام ده. انا كل حاجه يا باشا بقدمها للطير طبيعيه زي ما انتم شايفين كده، الا في الحالات الضروريه ممكن نستعين ببعض المكملات الغذائيه بس البسيطه اللي هي اصلا يعني ما تساويش حاجه، بيبي فيت، فيتا سيد، كوميت، بانش، كلها حاجات بسيطة. طيب الأكل أهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام. المستنبت ده طبعا احنا عارفين عبارة عن ايه. المستنبت دوت حلبة وعدس وشعير وعويجة. تمام. وغلة. حلبة وعدس وشعير وعويجة وغلة، 5 حاجات. ده المستنبت اللي انا شغال بيه.
طبعا احنا عارفين ان بديل الاكل الاساسي فيه الغله والعويجه. انا بزود العدس والحلبه والشعير. طبعا العدس بروتين للطير، الحلبه هتساعد لي الطير في حاجات كتير من اهمها الريش، وكمان التخصيب، وكمان تمنع الحشرات، ومطهر معوي وتساعد الطير على الهضم. بعد كده معانا الشعير، طبعا غسول كلوي وكويس جدا للطير. انا ما بحبش ان انا اشتغل بحاجه او اتنين، لا بحب انوع وادي للطير كل القيم الغذائيه اللي هو محتاجها. تعالوا كده نشوف قص واتنين لما نيجي نقدم لهم الاكل هيبقى عامل يعني هيقبلوا على الاكل ازاي. هشيل بس المايك عشان اعرف اوصل لحد اخر المزرعه. خليكم معايا. طبعا احنا عارفين لو الجوز معاه زغاليل بحط له معلقتين، تمام. ممكن احط معلقه الصبح ومعلقه بالليل. تعالوا كده نبص على الطيور لما نبدا نحط الاكل. طبعا الطيور جوه البياضات لان انا بصور في وقت متاخر، بس هنشوف برضو الطيور ما شاء الله الوقت هتعمل ازاي على الاكل. حاجه برضو نسيت اقولها، ان احنا طبعا لازم نفرش البياضات صدف، تمام. ممكن الصدف نحط عليه حلبة مطحونة، ممكن نحط عليه خلطة التعفير بتاعتنا. كل ده حاجات هتساعد ان الصدف دوت كمان ما يكونش اي حشرات، وما يظهرش عندك تساقط ريش في الفروخ ان شاء الله. وبيبقى فرش بياضة جيد جدا وانا بشتغل بيه، تمام، من غير اي حاجة. شايفين الطيور ما شاء الله. شايفين الطيور اهي ما شاء الله جرت على الاكل ازاي. تمام. قلنا الطيور اللي هي ما فيش معاها زغاليل بنقدم معلقه واحده بس كافيه جدا للطير. وكل اللي انا حطيته دوت كل الطير هياكله وكل الطير هيستفيد منه. وهتلاقي بقى الطيور اللي عندها سوس ريش او تساقط ريش او بتقلش ما شاء الله الريش طلع معاها زي الفل. في خلال اسبوعين ثلاثه بالظبط هتلاقي الطير رجع معاك السلاحات بتاعته. يعني عايز اقول لك هيبقى باربع اجنحه مش بجناحين. ما شاء الله كمية الحاجات اللي انا ضفتها على الاكل دي كفيلة جدا ان هي تساعد الطير ان هو يرفع مناعته ويوصل للتغذية اللي هو محتاجها ان شاء الله، ويبدأ ان هو ريشه يرجع يكمل تاني ان شاء الله. تمام. عايز اصور لكم. شايفين ما شاء الله. شايفين الانثى. على فكرة دي انثى ما شاء الله ربنا يبارك فيها يا رب. دي معاها زغاليل لوحدها، تمام. والانثى اللي فوق هي بس لسه ما خرجتش ما شافتش الاكل. الزوج اللي فوق اهو ما شاء الله، تمام. كل الطيور اللي هحط لها الاكل انا عارف كويس جدا ان هي هتبدا تجري على الاكل. وده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم. هو فيديو سهل وبسيط، حبيت اتكلم فيه عن سوس الريش لان المرض دوت فعلا يعني بيضايق ناس كتير. شايفين العرق عامل ازاي. الواحد والله العظيم بيحب يقدم المعلومه كامله، بيحب يقدم المعلومه فعلا بما يرضي الله باللي هو بيعمله مع طيوره. مش مجرد ان انا بعمل فيديو وخلاص، لا انا فعلا كل هدفي ان انا افيد الناس وانصح الناس. ويا رب اكون قدرت افيدكم النهارده. تعالوا نشوف برضو الطيور اللي انا كنت بعالجها، تمام. الطيور اهي شايفين يعتبر ما فيش الجناحات واقعه، بدأت تطلع جناحات جديده، ريش الجناح وريش الديل واقع، تمام. في طيور بتقلش بغباء زي الذكر ده كده والانثى دي، تمام. شايفين الذكر الجناح اللي جوه كامل والجناح اللي بره موقع الجناح كله. دي من الطيور عندي اللي هي ما بتيجي تقلش بتبقى غبية شوية في القلش. ما شاء الله شايفين الطيور مقبلة على الأكل ازاي. والأكل ما شاء الله فيه كمية فيتامينات كبيرة. اعمل كده مع طيورك وجرب بنفسك وقول لي النتيجة ايه. أي حد عنده سوس ريش زي ده كده، تمام، مفيش جناحات ومفيش ديل. الطيور ديت انا عايز اقول لك ان هي حتى ما كانش فيه الريش الناعم ده، كان بيقع برضه. الحمد لله مع الاكل اللي احنا بنقدمه ومع الدهان اللوكاستين ومع الشغل اللي احنا قلنا عليه،
الطيور بدأت زي ما انتم شايفين ريشها هيكمل من تاني وحجمها كمان يزيد، والحمد لله بدأت مناعتها تتحسن جدا، وقريب جدا هتلاقي ريشها كمل من تاني. فاعمل كده مع طيورك ان شاء الله وانت هتتخلص من المشكلة دي. وكمان الطيور اللي بتقلش هتبقى ايه كويسة جدا معاك في القلش، وهتعدي القلش على خير. يا رب اكون قدرت افيدكم، مش عايز يعني اطول عليكم اكتر من كده. وانت فعلا لو شايف ان الفيديو فيه معلومة مفيدة وقدرت ان انا اقدم لك معلومة تساعدك في الهواية، يا ريت ما تبخلش عليا ان انت تشارك الفيديو، وما تبخلش عليا باللايك. واشكرك على المتابعة وعلى المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.